السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناة أمين فوت اس في. اليوم راح نطرقوا على أمريكا ومونديال، كما نقولوا كأس العالم اللي مقام في أمريكا. وراح نتكلموا على الفيفا أيضا. النصف الأول من الفيديو نهضروا على أمريكا، على كأس العالم في أمريكا، والقسم الثاني على الفيفا وأيضا على كأس العالم. يلا نبدأ. أمريكا. أمريكا تستعين بالذكاء الاصطناعي لاستخراج تأشيرات كأس العالم. امريكا راح تستعين بالذكاء الاصطناعي باش تخرجنا الفيزا باش نروحوا لكاس العالم نتفرجوا. كيفاش هذا العنوان؟ قال وزير الخارجيه الامريكي ماركو روبيو امام النواب الاربعاء ان اداره الرئيس دونالد ترامب تدرس مضاعفه نوبات عمل موظفي القنصليات وتوظيف الذكاء الاصطناعي لزياده معدل استخراج التاشيرات قبل كأس العالم 2026 لكرة القدم. وأثارت مجموعات السفر مخاوف من أن أوقات الانتظار تعني أن الجماهير من بعض الدول المشاركة في المونديال البالغ عددها 48 منتخبا لن يتمكنوا من الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة قبل انطلاق البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي، وتستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين يونيو حزيران واليوليو تموز 2026. وأثار موقف ترامب بأن الهجرة مخاوف إضافية بشأن مشاكل السفر لراغبين في حضور المونديال، والذين قد يشملون مواطني دول لا تتمتع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وضمنت منذ فترة تأهلها للمحفل العالمي. تأشيرة كأس العالم 2026 بالذكاء الاصطناعي. الآن هذا وصف الموضوع، الذكاء الاصطناعي في الليفيزا. وفي رده على السؤال بشأن عن كيفية تلبية وزارة الخارجية للطلب المتزايد على التأشيرات في ظل تخفيض ميزانيتها، قال روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن مكتب الشؤون القنصلية الذي يتعامل في مسألة التأشيرات قد يتم تعزيزه في الواقع. وأضاف روبيو أنه من الممكن إعادة توزيع موظفي الخدمة الخارجية حتى تتمكن بعض السفارات والقنصليات من العمل على مدار 24 ساعة لاستخراج مزيد من التأشيرات. وقال روبيو إذا لم تتقدم بطلب للحصول على التأشيرة من كولومبيا بالفعل، فمن المحتمل أنك لن تصل إلى هنا في الوقت المناسب لكأس العالم، إلا إذا انتقلنا إلى نظام العمل في فترتين. وقال موقع سفارة الولايات المتحدة في كولومبيا إن وقت الانتظار للكولومبيين للحصول على التأشيرة السياحية للولايات المتحدة يبلغ حاليا 398 يوم. الله أكبر. الكولومبيين يستناو تأشيرة السياحة 398 يوم، أحسبوا شحال من شهر. وأضاف روبيو أنهم يبحثون عن طرق لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتسريع عملية استخراج التأشيرات، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات في الماضي. ووعد رئيس الاتحاد الدولي فيفا جياني إنفانتينو حليف ترامب بأن المشجعين الأجانب سيكونوا موضوع ترحيب في كأس العالم 2026، رغم أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس حذر من أن الضيوف يجب أن يعودوا إلى بلادهم بعد حضور المباريات، وهذا عنده الحق، لازم يرجعوا لبلادهم. وسيتولى أندرو جولياني نجل رئيس بلدية نيويورك السابق ومحامي ترامب رودي جولياني منصب المدير التنفيذي لفريق العمل الرئاسي لبطولة كأس العالم 2026. هذه خاص بالذكاء الاصطناعي، هم خايفين شويه لانه يقدر يجوا بزاف ناس من الدول، كيما نقولوا العالم الثالث والله حتى بالك العالم الاول اوروبا على سبيل المثال يقدروا يروحوا ما يولوش يقعدوا ثماك. دوكا نهضروا على الفيفا خاص. فيفا يحدد موعد نهاية المسابقات المحلية ويضع استثناء للنهايات القارية. واش معناتها هذه؟ حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موعد نهاية المسابقات المحلية للموسم المقبل 2025-2026 تاع المونديال، وذلك قبل انطلاق منافسات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 يونيو حزيران وحتى 19 يوليو تموز
من العام المقبل 2026. ونجحت منصة وين وين في الحصول على النسخة المعتمدة من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم من لائحة بطولة كأس العالم، حيث تم اعتمادها في زيورخ بتاريخ 9 مايو آيار الماضي. وجاء في المادة 25 من اللائحة لضمان إطلاق سراح اللاعبين في الوقت المناسب للاستعداد لكأس العالم لكرة القدم 2026. حدد فيفا التواريخ على النحو التالي: ألف، فترة الراحة والإفراج الإلزامي للاعبين، وفترة التحضير لكأس العالم 2026 تبدأ في 25 مايو 2025 2026 عفوا، مع ضرورة تحديد آخر مباراة رسمية للنادي محليا في 24 مايو 2026. 25 ماي اللاعب يكون حر، الإفراج من عند الفريق. سيتم تطبيق الاستثناءات على أي لاعب مشاركين في المباريات النهائية، غير في لي شامبيونات على سبيل المثال شامبيونز ليغ تاع أوروبا تاع لافريك تاع أمريكا، المهم هذو النهائيات، دوري أبطال آسيا على سبيل المثال، أي نهائي. في استثناءات على أي لاعبين مشاركين في المباريات النهائية لبطولات النادي القارية، باينة النادي عنده بطولات قارية ما يسرحوش بحد أقصى يوم 30 ماي، في 30 ماي يسرحوها 30 ماي 2026، ولكن بشرط موافقة الفيفا أيضا، موافقة الفيفا. غرامات ضخمة من فيفا على المنسحبين من المونديال، اللي يخرج من المونديال غرامة ضخمة. من ناحية أخرى، علم وين وين من مصادره في الفيفا أن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم حدد العقوبات الانضباطية والغرامات المالية في لائحة البطولة، حيث سيتم تغريم أي منتخب ينسحب من كأس العالم في موعد أكثر من 30 يوم قبل المباراة الأولى من المسابقة، بما لا يقل عن 250 ألف فرنك سويسري من قبل اللجنة التأديبية للفيفا، بينما يتم تغريم أي منتخب ينسحب من كأس العالم 2026 قبل أقل من 30 يوم من المباراة الأولى من المسابقة بما لا يقل عن 500 ألف فرنك سويسري من قبل اللجنة التأديبية للفيفا. راهم كبار. شكون راح ينسحب من فيفا من مونديال؟ ينسحب من المونديال غير المهبول. كل المنتخبات يحلموا بالمونديال. ووضع فيفا قواعد دور المجموعات وعدد الفرق المشاركة بكل مجموعة وتصنيف الدول الثلاث المنظمة للبطولة، أمريكا وكندا والمكسيك، علاوة على تحديد نظام التأهل من دور المجموعات للأدوار الإقصائية حتى الوصول للمباراة النهائية، حيث تم الاتفاق رسميا على وضع المنتخب المكسيكي على رأس المجموعة الأولى والمنتخب الكندي على رأس المجموعة الثانية والمنتخب الأمريكي على رأس المجموعة الرابعة. قال لك المنتخب المكسيكي على رأس المجموعة الأولى، المكسيك هو المجموعة الأولى لأنه هذه الدول المشاركة اللي هم اللي ينظموا المونديال. المكسيك المجموعة الأولى، الكندي المجموعة الثانية، الأمريكي المجموعة الرابعة. وأنا ما داروهاش المجموعة الثالثة. وسيتم تقسيم منتخبات 48 إلى 12 مجموعة تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث. احنا الجزائر والمغرب عندنا الحظوظ، إن شاء الله دوك أنا بإذن الله بنسبة 99% أنا متأهلين بإذن الله، أنا متأهلين نروحوا المونديال. على بالكم بلي هذا المونديال الواحد أنا شكيته، خليني نكمل دوك نهضروا عليها. في المركز الثالث ليصبح عدد المنتخبات المتأهلة للدور الثاني 32 منتخبا، تبدأ من خلالها الأدوار الإقصائية للبطولة بنظام خروج المغلوب، دور 32 ثم الدور 16 حتى الدور 8 ثم المربع الذهبي وصولا للمباراة النهائية. ما شاء الله مليح، أنا عجبتني هذا النظام هذا. شوف دور 48 لو كان نحسبوها كي تلعبها وتتأهل فيها كيما نقولوا مونديال تاع قطر ولا مونديال تاع روسيا ولا المونديال تاع البرازيل اللي لعبنا فيه احنا، دور 48 هو شغل دخلت في المونديال، راك تلعب في المباريات تاع المجموعات. نهضروا على المونديال تاع بكريه القدم، المونديالات القدم اللي فات، لان هذا نظام جديد بدلوا السيستم وزادوا منتخبات. قال لك تتأهل للدور 32. الدور 32 هو بحد ذاته
دخلت للمونديال في النسخ القادمة. أما الدور 16 هو التأهل، الدور الثاني اللي حنا تأهلنا فيه في البرازيل اللي لعبنا كونتر ألمانيا، وهو الدور ال16. الدور الثاني هو الدور الثاني من قبل هو دور ال16. وأما في هذا المونديال، المونديال أمريكا والمكسيك وكندا، الدور الثاني هو 32 ماشي دور ال16، دور 32. وحنا من قبل كنا نبداو ب 32 وكي نتأهلوا دور ال16. تسمى المنتخب الجزائري إذا دار إنجاز منيح في هذا المونديال لازم يتأهل على الأقل إلى الدور ال16 ماشي الدور 32 ونخرجوا، لأنه إذا خرجنا الدور 32 كي شغل ما تأهلناش الدور الثاني، وكان نرجعوا الإنجاز اللي درناه في البرازيل في 2014. تسمى باش تنحسب على بيتكوفيتش باللي دار انجاز خير من ماشي خير نقولوا دار انجاز كيما بحليل لوزيتش، لازم له يتاهل الى دور 16. واذا حب يدير انجاز احسن من حليل لوزيتش واحسن انتاج في المنتخب الوطني على التاريخ لازم يروح يتاهل لدور 8. واذا رحنا احنا الجزائر ما نكذبش عليكم اعزائي المشاهدين، اذا رحنا لدور 8 100% راح ندير كوب دي مون 100%. الجزائر اذا تاهلت الدور 8 دور ربع النهائي 100% راح نروحوا ندو كوب دي موند، بصح شرط الدور 8 ماشي دور 16 ولا دور 32، لانه اذا رحنا الدور 16 32 نقدروا نخرجوا، لانه هذاك انجاز ماشي جديد بالنسبه لنا. بصح حتى دور 8 اذا المنتخب الوطني الجزائري ربح تما زوج المباريات نتاع الاقصائيات، تما كيما نقولوا الفائز اللي يخرج المغلوب، كيما نقولوا لازم تربح باش تتاهل، لو كان تخسر باي باي كوب دي موند. وزوج لي ماتش متتاليين سما اذا ربحناهم راح تكون بالنسبه للاعبين عندهم تحفيز وعندهم اراده وعندهم تركيز عالي. شغل الفريق الوطني راه كيما نقولوا راه في نشاط مستمر، في قوه مستمره، ما كاينش اللي راح يغلبنا. لو كان نربحوا دور 32 ودور 16 ونتاهلوا دور 8 على بالي بلي دور 8 والدور المربع الذهبي والمباراه النهائيه نصف النهائي ولا فينال على بالي كان المنتخبات اقوى، ولكن ما يخلعوناش عليه، لانه المنتخب الوطني اذا تاهل للدور 32 والدور 16 اصلا الدور 32 والدور 16 راح نتلاقاو مع منتخبات قويه ثانيت، خاطر هذه كوب دي موند ما غاديش ماهيش كوب دافريك، راح نتلاقاو مع فرق قويه خاصه الدور 16. دور 16 نقدروا نتلاقاو مع المانيا كما تلاقينا في البرازيل، نتلاقاو مع المانيا مع فرنسا مع ايطاليا مع اسبانيا مع انجلترا باي مع كرواتيا مع اي بلد يكون مع هولندا، اي فريق يكون قوي نقدروا نتلاقاو معه، مع البرازيل نسيت البرازيل الارجنتين اي فريق نقدروا نتلاقاو معه في دور 16. حتى الدور 32 ممكن نقدروا نتلاقاو مع فريق قوي، بصح ان شاء الله يا ربي نتاهلوا. اما باش نفعلوا خير نقدروا نتاهلوا دور 32 او دور 16 او دور 8 لازم المنتخب الوطني الجزائري في الدور المجموعات 4 منتخبات لازم المنتخب الوطني الجزائري يحتل المركز الاول، لانه ما كانش منها في الكوب دي موند كاينه ماشي ما كانش منها بصح قليله بزاف وين صرات، قليله وين صرات ماشي كاع المنتخبات اللي صرات لهم الاكثريه شغل العينه الاكثريه المنتخبات اللي كلاسوا المركز الاول في الدور المجموعات هو اللي يروح يدي كوب دي موند. ولكن كاين استثناءات اللي صرات، على سبيل المثال الارجنتين بطل العالم خسر مع السعوديه، ولكن كي خسر مع السعوديه ربح اثنين مقابلات متتاليه. سما المنتخب الجزائري ماشي يخسر لي ماتش ويربح ماتش ويدير تعادل، هذه من المستحيلات السبعه ان تلحق الدور 16 ماشي دور 16 الدور 8 او النصف النهائي او في النهائي، هذه من المستحيل تلحق على الاكثر دور 16 كي دير نتيجه كيما هذه. لازم على الاقل تربح مباراتين وتتعادل ماتش، والخساره اذا كانت وقعت حظ مثل السعوديه امام الارجنتين، حظ ربحت السعوديه بس، ولكن اكثر كاع الفرق ربحوا. على سبيل المثال فرنسا في 2018 لعبت كاع المباريات ربحوا، والنواتج من قبل ايضا كل الفرق ربحت من بدايه المجموعات هما مكلاسين الاولين حتى الفينال حتى كوب دي موند، قليل وين يخسر يربح لا فينال ماشي كاع الفرق، تصرا خطرات فقط احيانا فقط. ثم المنتخب الوطني الجزائري ان شاء الله اذا كلاس المركز الاول في الدور المجموعات تاعو
باذن الله باذن الله باذن الله يدور ثمانيه هذه اضعف شيء اضعف شيء. واذا ما كلاساش المركز الاول كلاسها المركز الثاني، انا اطمع طمع فقط الدور 16 لانه ما غاديش نفوت الدور 16. والله اعلم. هذه علم الغيب فقط، حنا نقولوا توقعات فقط. حنا نتمنى ان شاء الله النهائي ونديروا على الاقل مباريات قويه ونتائج ممتازه، وهذا هو الهدف تاعنا ان شاء الله. شكرا اعزائي المشاهدين، قلنا واش رايكم في هذا النظام وفي الدور 32 و16 و8 هل المنتخب الوطني الجزائري راح يدير مباريات كبيره في كاس العالم او لا؟ قلنا واش رايكم. اتركونا تعليق وديرونا اشتراك، وشكرا لكم على المشاهده. نلقاكم فيديو قادم ان شاء الله. سلام.